السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. شايفين الرز سخن ازاي؟ ولا السمك ده الجميل ده الأبيض اللي عامل زي اللبن الحليب، فاتح وجميل ومش مسود ومقرمش. يلا بقى نشوف عملنا الأكلة الجميلة دي ازاي. والرز البني هتبقي يا أستاذة فيه. الرز البني هتحطي فيه، انا بحب احط مع الرز كده في البصل بتاعه، بحب احط قرن فلفل كده واشوح البصلايه لغايه ما تشوفوا. بصوا قبل ما تتحرق كده، قبل ما تتحرق على طول، بس ما تتحرقش عشان لو اتحرقت معاكي هتمر، طبعا طعمها هيكون مش حلو خالص. بعد كده هنزل بالميه بتاعتي، هحط كميه ميه قليله، وكل التوابل بتاعتي بحط كمون وحبه كزبره صغيرين. مش حابه الكزبره ما تحطيش، ما حطيتش ماجي، ما حطيتش اي حاجه، هو منه فكر بيبقى زي العسل، بيكون طعمه جميل وحلو جدا. وهنا كمان بحط معاه الملح بتاعه طبعا في ميته عشان يغلي. وبعد كده بسقط الرز عادي، واول غلوه تاني غلوه بشوف الرز محتاج ميه تاني ولا لا، وبرجع ازود له. وهنا كمان اعصر الليمون بتاعي، انا بعصر الليمون ببذره، وبعد كده هنقي البذر ده كله واستغنى عنه طبعا عشان خاطر يبقى حلو كده معايا ويبقى جميل. بصوا بقى انا بشيل كل البذر ازاي، مش هسيب ولا بذره. بس كده عصرت الليمون بتاعي ويكون جميل وزي الفل. واطلع بقى من الدقه بتاعتي اللي انا مفرزاها معاكم، واحط منها. بتسهل عليا كتير كتير كتير. مش شرط انك تعملي الفلفل الاحمر او الفلفل الاخضر مع بعض، تقدري تعملي كل حاجه لوحدها وتاخدي اللي انت عايزاه زي ما انا بعمل كده. في حاجات انا بحب قرن الفلفل الاحمر، في حاجات بحب فلفل اخضر بيبقى عندي في التلاجة فبقطعه. لكن لو مش عندي اقدر احط من اللي في الفريزر لو انا محتاجه طعمه قوي يعني. ساعات بتقولي مش مشكله هحط كده عادي بطريقه عشوائيه بيكون جميل. ودي دقه كانت عندي في التلاجة انا حطيتها. انا ما برميش حاجه، الحاجه اللي هرميها هتحاسب عليها، لكن طول ما الحاجه نظيفه وحلوه وزي الفل ما ترماش. لكن لو الحاجه ما تصلحش للاكل او للاستخدام بعد كده، خلاص مش تقولي انا هعمل بيهم لا يلا انا هرميهم وخلاص، لا، خليهم في التلاجة هينفعوكي وهتحتاجي لهم. التركية طبعا اللي كلكم عارفين ان انا بستغناش عنها في السمك بتاعي، الحبهان. الحبهان لما تدقيه غير لما تحطيه مطحون بتفرق معاكي جدا 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 يعني. السمك قلبه ابيض وزي الفل، والعروق الحمراء اللي عند الشوك دي بصراحه هي ما كانتش بتطلع معايا خالص، يعني هي كانت لازقه كامل كده. لكن في سمك كان زي الفل وطلعت منه كان زي الفل وجميل. بصوا بقى انا هنا بفتح السمكيه عشان خاطر اشيل الخلطه جواها، احشيها كده بالخلطه بتكون جميله وزي الفل. انا هنا اللون الحته اللي في الجنب دي بتاعت السمكيه ما عجبنيش بصراحه، رحت قطعها ورميها. السمك بيكون طعمه جميل جدا جدا جدا. مين زي كده ما اكلش سمك في رمضان وحابب ياكله بعد العيد؟ انا اكلته بصراحه كان جميل. وفي الصيام بيكون السمك جميل برضو، لعشاق السمك بيكون جميل وزي الفل. انا هنا حاطه الدقيق في البرطمان وبستخدمه كده على طول، قلت بقى احطه وهيبقى معايا زي الفل وجميل. انا هنا نزلت بالسمكيه ان عندنا اي حاجه ناشفه ندى مش بتاكلها، واي حاجه اي ناشفه عضي بياكلها عادي معايا. بس طبعا انا مش هنشف السمك قوي في تلك الاحوال، السمكيه برضو هتكون ماسكه نفسها. واهم حاجه تركايه الدقيق اللي من جوه تفتحها كده يخش جواها الزيت عشان تتغلغل كده وتستوي تبقى جميله زي الفل، مبقاش قلبها عجين من جوه. لكن ده بقيه السمك انا هحطه تحت الحنفيه كده بسرسوب ميه صغير، وهرجع احطه في الطاسه. انا هتبله كله وهركنه كده فوق بعض، واطلع السمكيه دي وبعد كده هحط السمك التاني. بصوا انا عملت السمكتين كده زي بعض، لكن بقيه السمك هعمله عادي. بصراحه كنت مستنيه حد يجي ياكل معايا سمك، بس ما كانش فيه نصيب بقى ومش جايين. وبصوا بقى انا كده بنقط بايدي ميه على السمكيه نفسها، جنبها هينشف معايا وجنبها هيفضل طري شويه. تركات السمك دي بتبقى لذيذه وجميله ومفيده. هو السمك غالي بس طعمه بيكون جميل. جيبي على قدك، على قد ما انت محتاجه. انا جبت اكله سمك تكفيني يومين. انا ما بتبلش السمك واستخدمه لتاني يوم، ما بحبوش يقعد في التتبيله بصراحه، بيبقى طعمه مغير. ولا بحب احطه في التلاجة وارجع اعمله برضو بيبقى طعمه مش حلو.
غير لما تجيبيه فريش وطازه بيكون ايه احلى. بصوا هنا كده السمكه بتاعتي استوت، وتركيت قشر الليمون في قلب الطاسه بينقل معاكي الزيت والسمك لحته تانية خالص، لا بتشم زفاره ولا بتشم ريحه سمك ولا قليه سمك ولا اي حاجه. لو تلاحظوا انا مش حاطه في السمك توم، عشان انا مش حابه السمك بتاعي يبقى فيه توم او غرقان توم كده، لا انا حباه يبقى زي ما هو. طبعا الزق والكركبه دي مش عندي، عند الجيران بقى، معرفش هما بيزقوا في ايه. ترويق العيد خلص خلاص يعني. ودي السلطه بتاعتنا، حطيت عليها كمون وحطيت عليها الملح، ما كنتش مقلباها، لا دي قلبتها. السلطه اصل البوله دي بعمل فيها سلطه كتير، معرفش هي مرتبطه معايا في السلطه، فبقلبها بالشكل ده، بقلبها كويس جدا جدا بس، واغرفها في الاطباق كده الاكل بتاعي يكون جميل وزي الفل استوى معايا. بقيت السمك بقى اللي انا قليته ايه يعني تحت الميه كده، حطيته وانا بتبله بديه بحطه تحت الميه، وبعد كده بقلي على طول. وهنا كمان فضي السلطه بقى، والسلطه بتكون زي الفل جميله وحلوه. اللي موجود عندك تقدري تعملي بيه سلطه اعملي، مش لازم تجيبي حاجات مخصوصه يعني. انا بحب اطلع السمك كده زي ما انتوا شايفين معايا على ايه، على البقدونس بتشرب الزيوت والدهون كل حاجه، بحب اطلعها كده. وبحب احط الفجل والجرجير، ان انا من عشاق الفجل بصراحه، بحب اعملها كده، والاكله بتاعتي بتكون جميله وزي الفل، بتكون طعمها حلو قوي قوي قوي. وان شاء الله تستنوني في الفيديو بتاع بكره، هتشوفوا عملنا ايه ببقيه السمك ده وعملنا ايه جنبه. ان شاء الله الطريقه تعجبكم، اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامه.